بسم الله الرحمن الرحيم. معكم اخوكم منيا عبد الله. طبعا منيا عبد الله انتم عارفين برنامجه ايه؟ برنامجي هو بتاع يوسف الصالح اللي هو اسمه ايش؟ لا للمخدرات. طبعا انا عايز اطور حق يوسف الصالح. يوسف الصالح كان انسان طيب، بس هو دخل المخدرات لمدة 20 سنة والله. يعني دمرت حياته، دمرت كل شيء، دمرت أسرته. صراحة قصة يوسف الصالح لو قلنا بنتكلم الليلة مش حنقدر يعني نتخلص فيها. لا ليل ولا ليل ولا ليل ولا ليل، يعني حتمشي قصص حق تبع يوسف الصالح. نحن عايزين نطور برنامج بتاع يوسف الصالح. انا عايز كل واحد يسمع الشريط ده هيعمل شير ولا لايك. طبعا مية عبد الله لما يقول لك حاجة يقول لك بالصراحة، مش يعني حاجة انا بألف من راسي ولا بجيب من راسي، لا انا بقول لك بالصراحة يا اخي. يعني قصة يوسف الصالح بدايتها ايش كان؟ كان يوسف الصالح هو يروح من البيت الى المسجد، كان يروح للبيت الى المسجد، ما كان عنده مشكلة، كان كويس، كان يروح البيت للمسجد، من البيت الى المسجد، بس يروح المدرسة. فيوم من الايام قال لابوه اسمع يا ابني، انا عايز هذه السنة لازم تنجح. يعني المشكلة شوف، بعد احيان يعني تحصل حاجة، الوالد هو نفسه بيكلفك انك انت تتعاطل بالمخدرات. هذه مشكلة، هذه مشكلة كبيرة والله يا اخواننا، هذه مشكلة كبيرة. يعني هو الوالد هو بيكلفك انك تتعاطل بالمخدرات. ليه؟ والد يوسف الصالح قال له انا عايز منك هذه السنة لازم تنجح. بينجح ايش؟ بالثانوية. يوسف الصالح قال والله لا اسويها. راح يوسف الصالح عشان يدور حلول ايش؟ حلول السريعة. لانه الشباب هم عايزين يدوروا الحلول السريعة. هذه مشكلة، كل شاب عايز يدور حلول سريعة، هذه مشكلة كبيرة. فراح يوسف الصالح عشان يدور حلول السريعة، لأنه الشاب هو يحب إيش؟ يغمض، يفتح كل شيء عنده. لا يا أخي دي مش معقول. عشان الشاب هو يحب يغمض، يفتح كل شيء عنده، هذه حاجة مش معقول، هذا مش بالعقل. يعني عشان أغمض وأفتح يعني ألاقي كل حاجة، ده مش معقول، ده مش بالعقل. طيب يوسف الصالح راح يدور حل، راح عند أصحابه، كان قاعدين في المسجد تقريبا، كانت صلاة المغرب. قال لي يا أخي أنا عندي مشكلة. قال إيه يعني إيش مشكلتك؟ قال يا أخي أبوي بيقول لي إذا ما نجحت هذه السنة راح أعلقك. قال والله ما معانا إلا حل واحد. قال شو هو؟ قال صلي وادعي. أوه، قال صلي وادعي، ده قصة طويلة. أنا أبغى حلول سريعة. يعني يوسف الصالح بيقول الكلام ده، أنا أبغى حلول سريعة، عندكم؟ قال والله لا ما عندنا، بس في جماعة يقولوا في حاجة اسمها براشين. قال علموني. قال لا يا أخواني، لا يا أخي، من غش فليس منا. مشى يوسف الصالح راح البيت، قال هذول ما عندهم حل. فكر فوق الفرش، شو أسوي شو أسوي شو أسوي شو أسوي شو أسوي. وراح المدرسة الصباح. أول ما راح المدرسة دخل الحصة، فدق الجرس، فخرج لبرا الحوش. فراح واحد اسمه عبود وواحد اسمه نصور، هم كانوا بيدخنوا. يوسف صالح ما كان يدخن. قال يا عبود انا عندي مشكله. قال شو مشكلتك؟ اجلس اجلس. جلسوا في بلوكه كذا، اعطوهم حبه سيجاره. يوسف صالح قال اول مره امسك دخان بحياتي، حتى ما كان يعرف كيف يمسك الحبه السيجاره. يوسف صالح ما كان حتى يعرف كيف يمسك السيجاره. قال يا اخي انا عندي مشكله. قال نحن بنحل المشكله حقك. قلنا شو مشكلتك؟ قال يا اخي ابوي بيقول لي اذا ما نجحت هذه السنه راح اعلقك. يا ابوك راح معقد، يعني الصور حيقول ابوك يا اخي معقد. قال شو اعمل؟ قال انا عندي حل، خلينا نخرج في المدرسه. قال تركب معانا في السياره. قال خلاص اركب معانا في السياره. ركب معاهم يوسف الصالح في السياره. اول ما خرجوا من بالشارع المدرسه، قام عطاه عبود، يعني خرج من جيب عبود منديل ابيض كان عنده 4 حبات حبوب. قال خذ هذه الحبه. قال شو هذا يا اخي؟ قال انت تبغى تنجح ولا لا؟ ايه؟ قال ايه؟ خلاص ابلع لك حبه وخلاص.
قال خلاص ما دام يوسف صالح قال ما دام ما خذيت عندهم السيجاره ليش ما اخذهم عندهم الحبوب؟ خلاص خذيت الحبه وكليتها. والله قال يوسف صالح اول ما كليت الحبه يعني حسيت، قال اول ما كل الحبوب حس يوسف الصالح ان باب انفتح وشيء يعني وشيء اسود وغبار. شوف الله اكبر، هذه هي يعني مصيبه. لانه شوف معظم المعاصي بدايتها تعطيك حلاوه انك ما تخلي تبطل، والله صدق معظم المعاصي بدايتها تعطيك حلاوه انك ما تخلي تبطل، تمشي وتمشي وتمشي وهاد وهاد وهاد. وهكذا صار يوسف الصالح. يعني قصه يوسف الصالح خليني اوقف هنا ان شاء الله. راح ابدا بالفيديو الثاني اللي انا بجيب لعندكم. معاكم اخوكم منيا عبد الله. منيا عبد الله عايز يعني تبطلوا، عايز انا اطور قصه يوسف الصالح. قصه يوسف الصالح قصه عجيبه، لانه 20 سنه كان دمرت حياته، 20 سنه كان بيطور حياته، 20 سنه. ليه بتضيع 20 سنه؟ ليه بتضيع عمر يا اخي؟ لو ضيعت ساعه واحده مش حترجع، والله مش حترجع. الوقت صيف، لم يقطعك اقطع. لا تضيع حياتك بالمخدرات. اخي المسلم انا عايز نصيحه، هذه نصيحه خذها النصيحه مني. والله ما المخدرات ما لها فائده. اذا تدعي عن عدوك لا تدعي عن المخدرات. وبالله التوفيق. معكم منيا عبد الله. سيداتي ساداتي انساتي، وبالله التوفيق.